زي ما كلكم تابعتم قضية الصحفي أبو زرع الأمين، وهو الآن بقى له شهر وأسبوعين على إنه يكمل عام كامل من العقوبة اللي اتحددت له. وزي ما تابعتوا العقوبة كانت هي تغويض النظام، الجريمة تغويض النظام الدستوري. دي كانت من أشد التهم خطورة في قانون العقوبات السوداني 1991، وتصل عقوبتها للإعدام وللمؤبد. لغاية الآن وطيلة هذه الفترة الفاتت يعني إحنا كنا عانينا فيها ما عانينا الكثير. في بداية اشتغال أبو زر وتعذيبه على أيدي القوات الأمنية كنا بنفتكر إنه المسألة كان فيها صعوبة، إنه لأنه هذا لما أنكر قال إنه أبو زر ما موجود معاهم. بعد كده جينا لنيابة أمن الدولة برضه كان في صعوبة في الزيارة، بفتكروا إنه أثناء التحري ما مسموح لنا بالزيارة. فلما أبو زر جه السجن افتكرنا إنه الوضع في السجن بيكون أفضل، السجن عنده لوائحه وعنده قوانينه بتنظم له وعنده زيارة بتكون يعني على الأقل بالنسبة لنا ما حنواجه صعوبة زي الصعوبات اللي واجهناها في الفترة الفاتت. لكن للأسف اكتشفت إنه الموضوع ده هو ما حقيقي، لأنه من البداية واجهونا بأنه أبو زر أول حاجة هو سجين سياسي وموصف له بزيارة يوم واحد في الأسبوع، ويعني زيارته ما زيارة يومية زي باقي السجناء العاديين. فخشينا معهم في نقاش إنه أبو زر هو إذا كان هو سجين سياسي، لكن أنتم الآن ما وضحتوه مع السجناء السياسيين بعنابرهم، إنما أبو زر موجود مع السجناء العاديين بعنابرهم. فمن الأولى إنكم تخصوه مع السجناء السياسيين وتعاملوهم نفس المعاملة بتاعت السجناء السياسيين. فبقى هو سجين سياسي مسجون في عنابر السجناء العاديين، وزيارته ما زيارة عادية يومية، إنما هي يوم واحد في الأسبوع. لا خشينا معه في نقاش كثير وعنتوا معانا ومنعوا مننا الزيارة طيلة الشهر الأول، ما كان مسموح لنا أبدا بالزيارة. بعد تدخل المحامين بعد كده سمحوا لنا بالزيارة العادية، بأنه نحن ممكن نجي في أي وقت. عايزين اللي هي الزيارة العادية مسموح بها من 11 صباحا للساعة 3، واللي هي زيارة يومية. وبيبقى أبو زر يعني موجود مع السجناء العاديين وزيارته زيارة عادية. استمرت الوضع ده فترة ما كثيرة. بعد كده رجعوا يفكروا إنه أنا بطاقة تحديد بطاقة محاماة، وبالتالي أنا ما مسموح لي أزوره ومنعوني من الزيارة. فبجي للبوابة الجنوبية بقول لي لا، أنت زيارتك ما من البوابة الجنوبية، أنت محامية، زيارتك من البوابة الشمالية، عندكم يوم واحد في الأسبوع اللي هي زيارة عمل. فكنت بستغرب إنه يعني أنا جاية أزور زوجي، والآن أنا يعني ما ممتهنة مهنة المحاماة عشان أعمل المعاملة دي، لكن هم لا، هم طبقوا الكلام ده باعتبار إنه أنا ما عندي زيارة. بمشي البوابة الجنوبية بقول عايزة أزور أبو زر، بيقول لي لا، أبو زر ده محكوم، الزيارة من البوابة الشمالية هي للمنتظرين وللسياسيين وما للمحكومين، إنه أبو زر ده هو زيارته من البوابة الشمالية. المسألة دي يعني هي أخذت وقت طويل، وكانت يعني بتتذبذب وبتتغير، ومرة يسمحوا ومرة يرفضوا، وما كان فيها معيار واضح. يعني كانت متأرجحة تعرف شديد جدا، يعني حتى أثر علينا نحن كأسرة نفسيا، وأولادي أثر شديد جدا. يعني إنهم هم أبوهم عارفين إنه هو في السجن، لكن ما يقدروا يزوروه، حتى ما قادرين يعرفوا شنو الأسباب الحقيقية اللي بيمنعهم هم كأطفال من إنه هم يعني يزوروا والدهم. وأنا بالنسبة لي اتناقشت في الحكاية دي مع الإدارة كثير، إنه حتى لو بطاقتي هي بتحمل بطاقة مهنة ما بالضرورة إنه أنا يعني أمنع من الزيارة، لأنه ده حق من حقوقي يعني القانونية. حتى الصحفيين برضو بداية سجن أبو زر تم منعهم من الزيارة منع تام، والآن ما في أي صحفي بيقدر يمشي يزور أبو زر في السجن إذا أبرز بطاقته إنه هو بسبب المهنة إنه هو صحفي. فواضح إنه يعني في تمييز بالنسبة للمهن، إذا كانوا محامين أو إذا كانوا صحفيين. إذا كنت أنا صحفية عايزة أزور زوجي في السجن بتواجهني مشكلة، إذا كنت محامية بتواجهني مشكلة، وده تمييز بسبب المهن. فيعني تخيلنا حيرة جديدة جدا في التهميش وفي التمييز اللي تعرضنا له بالنسبة لأنه بس عشان نمارس حقنا القانوني في الزيارة، وكل مرة يعني بتدينا أسباب يعني مختلفة. آخر مرة أنا كنت مشيت قابلت العميد بدر الدين شريف، هو نائب مدير السجن،
فقلت له طيب اذا انا البطاقه عندي بطاقه عاديه، طيب انا ما ابرز البطاقه العاديه. يقول لي لا، هم الموظفين في الاستقبال حفظوا شكلي، ولو مشيتي بالبطاقه العاديه برضه هيحرموك من الزياره لانه خلاص عرفوا انك انت يعني محاميه. طيب قلت له انت حل لي المشكله دي، يعني حل لي الموضوع. وما ممكن انا اجي ازور زوجي بصفه رسميه واجي مع المحامين في زياره العمل؟ فيعني المساله دي فيها اشكال واضح جدا. الحاجه الثانيه اللي دخل بها وزاره السجن انه اثر الضرب اللي تعرض له من قوات الامن، هو للان ما زال يعني بيعاني من الم في كليته اليمنى، والالم ده برضه بيجيه يعني باستمرار وبيعاوده ما زال. الحاجه الوحيده اللي عملتها اداره السجن سمحت له انه يقابل طبيب عمومي. الطبيب العمومي قرر انه هو عنده ترشحات شديده في جسمه نتيجه الضرب اللي تعرض له، وما سمح له بانه يقابل اخصائي كلى ومسالك بوليه، رغم ان المحامين طالبوا في اكثر من مره اداره سجن كوبر بانها تسمح له بانه يقابل اخصائي كلى ومسالك بوليه بالنسبه للالام وبالنسبه للنغص الكلوي تجيبه. فهو الان يعني بيتداوى براه من نفسه، بيتناول مهدئات، بيتناول مسكنات عشان تخفف له الالم، لكن للان يعني في انكار لحقه في العلاج، لانه بيفكروا انه القرار اللي توصل له الطبيب العمومي بانه هو ما عنده حاجه وعنده ترشحات انه ده قرار نهائي، رغم انه استأنفنا بواسطه المحامين بانه يدوه فرصه بانه يقابل اخصائي. فهو ما زال للان يعني بيعاني من آلامه، ونحن للان برضه مسألة الزياره فيها شد وفيها جذب، ومره بين السماح ومره بين المنع، ومره لانه المهنه ومره لانه يعني المسألة ما واضحة، رغم انه القانون فيها واضح لزيارة الأسرة للسجين، لكن لسه يعني المسألة دي للآن برضو احنا ما قادرين نصل فيها لحاجة واضحة زي ما هي موجودة يعني في القوانين واللوائح، لكن ما وجدنا التطبيق بنفس المستوى المنصوص عليه. ويعني الحالة المرضية هي نحن كأسرة ما زلنا يعني في أشد القلق، يعني بأنه نحن غيرنا مطمئنين عليه، وما زلنا بنطالب بحقه في إنه يتعالج بواسطة أخصائيين أكفاء، ونطالب بعلاجه حتى خارج السودان. وكأسرة بنطالب في حقنا بالزيارة اليومية، ويتعامل أسوة بباقي السجناء من غير ما يمنعونا فجأة بدون سابق انذار، ويعني يدونا حجج واهية ويمنعونا من حقنا في الزيارة. في كلمة أخيرة ما أقدر أطيل عليكم، يعني أنا بشكر كل من يعني ساهم وكل من شارك في يعني إعلاء قضية أبو ذر وتسليط الضوء عليها. أنا كنت بفتكر إنه يعني أبو ذر لما دخل السجن إنه القضية بتاعته خلاص انتهت بنهاية دخول السجن، وإنه ما في أي اهتمام حيكون للرأي العام بقضية أبو ذر من جديد. لكن يعني فاجأني الأستاذ بكري أبو بكر بمبادرة كريمة لحمل التضامن لمدة أسبوع على أبو ذر، إنه غار به يكمل عامه الأول بالسجن. وانا بقول انه رغم انه قرار محكمة الاستئناف برضه في الحته دي في حاجه نسيت ما ذكرتها، انه هي خفضت العقوبه لابو ذر من 5 سنين ل2 سجن، لكن بالنسبه لي بفتكر انه الاتجاه العام المشرع هو المحكمه انه هو اتجاه الادانه، يعني انه هو ابو ذر مدان، ومحكمة الاستئناف برضو أغرد الإدانة. ويعني وأنا كنت بأسف للقرار ده لأنه بفكر إنه أصلا ما في جريمة عشان تجرم أبو ذر. كنت بتوقع إنه يطلق سراحه بالبراءة. المحامين برضو استأنفوا للمحكمة العليا. بشكر كل الناس اللي اهتموا بالقضية وتابعوها يعني متابعة شديدة، وبشكر لهم وقفتهم معاه والمساندة والدعم اللي قدموا لنا نحن كأسرة. وانا بفتكر انه ابو ذر محظوظ انه لقى مصر ولقى دعم وسند لقضيته، في حين انه برضه في يعني معذبين اخرين ما لاقين الاهتمام اللي له ابو ذر يعني في قضاياهم والتفاعل الوجد ابو ذر. وبشكركم جزيل الشكر.